يا مساء الفل. تعالوا بقى ركزوا لي كده شوية صغيرين، كام دقيقة كده هقول لكم فيها ازاي تحفظوا ورق النعناع اخضر طول السنة. لان ورق النعناع الفريش الاخضر كلنا بنعشقه على الشاي، وكمان بنعمل منه حاجات كتير جدا وبيدخل في اكلات كتير. فتعالوا اقولك ازاي تحفظيه طول السنة اخضر. اول طريقة، هتجيبي النعناع وهو دلوقتي الموسم بتاعه، ودلوقتي موجود النعناع البلدي اللي هو ريحته قوية جدا. هتجيبيه، ده شكله هتلاقيه ورقه اخضر ونظيف. اغسليه كويس جدا، شيلي منه اي ورق ميت او اي شوائب او اي ورق دبلان. اهم حاجه الورق يكون كله سليم، مفهوش اخرام، مفهوش ورق دبلان ولا ورق اصفر. غسلناه تمام، هنحطه على صينيه واسعه قدام مروحه او في الهواء. هنسيبه بس يتهوى شويه ويصفي الميه بتاعته علشان تسرعي من عمليه التنشيف، او انه يصفي الميه اسرع. ممكن تحطيه في مجفف الخضار اللي هو بيلف ده زي المروحه، او بلاش كده، افرديه على صينيه وسيبيه قدام المروحه يجف طبيعي من الهواء. هتجيبي بقى ورق النعناع ده وتقطفيه زي ما بتقطفي الملوخيه بالظبط. عايزه تسيبي فيها العود الرفيع اللي هو في الورقه، اللي هو الساق الصغير ده، سيبيه. عايزه تشيليه براحتك، اهم حاجه هنتخلص من العيدان بتاعت ورق النعناع الطويله الناشفه. تمام كده. بعد ما هنقطف كل الورق اللي عندنا، عايزه اقول لكم الكميه اللي قدامكم دي كانت ب10 جنيه، فالحقي ده الوقت بتاع ورق النعناع رخيص جدا. بعد ما قطفناه بالمنظر ده، شايفين انا سايبه فيه العود الصغير. تمام كده. هتروحي عامله ايه حبيبتي؟ هتروحي جايبه علب او اكياس تخزين بتاعه الفريزر، وهتعبي الورق ده اخضر زي ما هو، زي ما انت شايفاه كده. وانا بفضل العلب البلاستيك دي، ودي موجوده عند بتوع اللي هما البلاستيك والاكياس بتاعه التلاجة والحاجات دي. لو لقيتيهم هاتيهم، ما لقيتهمش هاتي اكياس الحفظ بتاعه التلاجة. المهم هتحطي في كل علبة او في كل كيس حبة. طبعا مش الحبة دول هنستخدمهم في المرة. انتي هتيجي بعد كده لما يتشال في الفريزر، عملتي كوباية شاي محتاجة ورقتين 3، هتلاقيه ان انتي تكسري حتة صغيرة او تطلعي ورقة صغيرة وتحطيها في الشاي. هتلاقي الورقة بقى اتفردت وبقت كأنها طازة، كأنها فريش، ريحتها فيها وطعمه احلى بكتير لما بيكون النعناع مفروم. تاني حاجة عايزة اقولها لك، النعناع ده بنعمل بيه صوص النعناع المركز. وده بتاخدي مثلا نص علبة من العلب اللي انا شايلاها دي، وبتكون خلاص اتجمدت في الفريزر. هتطلعي تكسري منها حتة او جزء وتحطيه في الصوص وتعملي بيه الصوص النعناع. ولو عايزين الوصفة هتلاقوها في علامة الاي فوق، وكمان في الديسكريبشن بوكس، وكمان اكتبوا لي كومنت هتلاقوني بعتلكوا لينك الوصفة كاملة. صوص النعناع المركز بيتعمل بالنعناع سواء فريش او فروزن، عادي ما بيفرقش خالص، بس بيطلع طعمه احلى بكتير من النعناع المجفف. يا رب تكونوا استفدتوا وتجربوا الوصفة ازاي تحفظوا النعناع طول السنة فريش، او طول السنة يكون نعناع اخضر. هي دي الوصفة. عايزة اقول لكم انا بخزن الملوخية بنفس الطريقة، بشيل الملوخية ورق اخضر كده وبطلعها على الكبة واحط عليها شوية شوربة واديها ضربتين وبسقطها على طول في الشوربة السخنة. فيعني الطريقة دي ناجحة معايا في الملوخية، وكمان عملتها في النعناع وطلعت ناجحة جدا. جربوا الوصفة وادعولي.